النهاردة بقى معانا طريقة سهلة وبسيطة أوي عن الرز البسمتي اللي لا غنى عنه مع المشاوي وكل الأكلات الحلوة دي اللي بيفرق معاها الرز البسمتي. أول حاجة هنغسل الرز البسمتي بتاعنا جامد أوي أوي، أهم حاجة الغسيل، وبعد كده نسيبه منقوع في المية لمدة ربع ساعة. هنكون مقطعين بصلة ونحطها في الزيت كده تدبل شوية مع الزيت واحنا بنقلبها، ونفضل نشوح فيها في زيت كده زي ما احنا شايفين. هنضيف على البصلة بقى بعد ما تدبل شوية معلقة كبيرة من الكركم، وهنضيف معاهم معلقة من الفلفل الأسمر ومعلقة صغيرة من الملح، ونبتدي ان احنا نقلب تاني علشان البصل ياخد التوابل اللي احنا حطيناها وياخد اللون الأصفر بتاع الكركم. هنضيف عود من القرفة بيفرق جامد في طعم الرز البسمتي، وبعدين هننزل بالرز بتاعنا على البصل اللي احنا عملناه والتوابل وعود القرفة، ونبتدي ننزل كده بالكمية بتاعتنا. انا لو بعمل 5 افراد مثلا فكل فرد بحطله كوباية صغيرة، كل واحد على حسب الكمية اللي هو عايزها بيبتدي يحط الرز بتاعه، ونبتدي بقى نقلب الرز كده زي ما احنا شايفين مع البصل والتوابل علشان الرز كمان ياخد اللون الذهبي الجميل بتاع الكركم. نفضل بقى نقلب كده زي ما احنا شايفين لغاية ما كل الرز ياخد اللون، شايفين عمال يلون معانا ازاي. نفضل نقلب نقلب، وهنضيف عليه مية مغلية، وانا بحب اضيف مية مغلية لان هي بتخلي الرز مفلفل كده. ونغطي الرز ب2 سنتي مثلا او 1 سنتي ونقلب، وبعدين نغطي الحلة بتاعتنا ونسيبه على النار عالية لمدة 10 دقايق، وبعدين نوطي عليه ونسيبه 10 دقايق كمان. هيطلع معانا رز بسمتي تحفة يا جماعة، جميل قوي قوي قوي. ممكن نقدمه مع المشاوي، الكفتة والفراخ المشوية وطحينة، بيبقى حلو قوي قوي قوي. اتمنى تكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. باي باي. النهاردة بقى معانا طريقة سهلة وبسيطة أوي عن الرز البسمتي اللي لا غنى عنه مع المشاوي وكل الأكلات الحلوة دي اللي بيفرق معاها الرز البسمتي. أول حاجة هنغسل الرز البسمتي بتاعنا جامد أوي أوي، أهم حاجة الغسيل، وبعد كده نسيبه منقوع في المية لمدة ربع ساعة. هنكون مقطعين بصلة ونحطها في الزيت كده تدبل شوية مع الزيت واحنا بنقلبها، ونفضل نشوح فيها في زيت كده زي ما احنا شايفين. هنضيف على البصلة بقى بعد ما تدبل شوية معلقة كبيرة من الكركم، وهنضيف معاهم معلقة من الفلفل الأسمر ومعلقة صغيرة من الملح، ونبتدي ان احنا نقلب تاني علشان البصل ياخد التوابل اللي احنا حطيناها وياخد اللون الأصفر بتاع الكركم. هنضيف عود من القرفة بيفرق جامد في طعم الرز البسمتي، وبعدين هننزل بالرز بتاعنا على البصل اللي احنا عملناه والتوابل وعود القرفة، ونبتدي ننزل كده بالكمية بتاعتنا. انا لو بعمل 5 افراد مثلا فكل فرد بحطله كوباية صغيرة، كل واحد على حسب الكمية اللي هو عايزها بيبتدي يحط الرز بتاعه، ونبتدي بقى نقلب الرز كده زي ما احنا شايفين مع البصل والتوابل علشان الرز كمان ياخد اللون الذهبي الجميل بتاع الكركم. نفضل بقى نقلب كده زي ما احنا شايفين لغاية ما كل الرز ياخد اللون، شايفين عمال يلون معانا ازاي. نفضل نقلب نقلب، وهنضيف عليه مية مغلية، وانا بحب اضيف مية مغلية لان هي بتخلي الرز مفلفل كده. ونغطي الرز ب2 سنتي مثلا او 1 سنتي ونقلب، وبعدين نغطي الحلة بتاعتنا ونسيبه على النار عالية لمدة 10 دقايق، وبعدين نوطي عليه ونسيبه 10 دقايق كمان. هيطلع معانا رز بسمتي تحفة يا جماعة، جميل قوي قوي قوي. ممكن نقدمه مع المشاوي، الكفتة والفراخ المشوية وطحينة، بيبقى حلو قوي قوي قوي. اتمنى تكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. باي باي.